مساحة 5000 متر مربع أقيمت قرية الأنشطة المديرة للدخل بالرباط، قرية يمثل عارضوها مختلف أقاليم المملكة. الهدف وهو اولا باش نبينوا اشنا هما الحوايج اللي يمكننا واستطعنا من خلال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عطنا سيدنا الله ينصرو الانطلاقه ديالها في 2005، كيفاش مكنات باش الناس اللي تعيشوا في واحد الوضعيه صعبه، الناس اللي ما عندهم واحد المدخول قار، كيفاش مكنات لهم من خلال الانشطه المديره للدخل باش يكون عندهم واحد المدخول، باش يكون عندهم اولا واحد المنتوج، هذا جد مهم، وهذا المنتوج اللي تيمكن لهم باش يكون عندهم واحد الاستقرار واحد المدخول قار. الزوار من المشاركين في القمة العالمية للحكومات المحلية والجهوية أثنوا على القرية. رأينا العديد من الصناع التقليديين الصغار يعرضون منتوجاتهم بدعم من السلطات المحلية. إننا خرجنا بفكرة كيفية مد يد المساعدة لمحتاجيها. العارضون أكدوا على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق مشاريعهم. في إطار الأنشطة المديرة للدخل استفدت التعاونية من الصوف والماتيريال وكل شيء اللي جعلها كانت حافز للنساء اللي دابا كانت اللي نتج عليها النساء انخرطوا في سوق الشغل، وزيد على ذلك تم إدماج المرأة في التنمية لا الاقتصادية ولا الاجتماعية. وفي الحقيقة كانت هذه القرية كانت ممتازة، تلاقينا فيها مع مجموعة من الكفاءات المهنية العالية، وتلاقينا فيها مع مجموعة من حاملي المشاريع اللي هم مستفادين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإحنا بالمناسبة كنقولوا على أنه هنيئا للمملكة المغربية بهذا الورش الملكي، وهنيئا للشعب المغربي بهذا الورش الملكي. تعاونيات وجمعيات منتجة أصبحت بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتوفر على كل الوسائل الضرورية للارتقاء بأدائها في التصنيع.